مرحبا بكم متقبط عدد خارج لكم حيسام مستقبلتنا اليوم لبنات اخبار نقدم لكم كسلف ارس اخبار. رئيس مجلس عسكر متعدي السودان ارتريا زيارة ودام يوم 14 يونيو دنايتم علمت بر عدم تذكرت عد قيح بمناسبة 20 يونيو عمل شهداء كيوات سرقلت مالي اتخليجو عمان بصادفة متفجر علاقة أمريكا وإيران تتكلم روسيا أمريكا دي بولندا عساكر بندتا بليس قلتابتو إسرائيل أهدف حركة حماس لكف وديت. لو قدمنا لكم رئيس أخبار زي التفاصيلهم. رئيس مجلس عسكري متعدي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان يوم جمعة 14 يونيو دي بأرتريا زيارة شغل ودام. جنرال عبد الفتاح البرهان من قص فجر أسمارة دي باتا تاينات رئيس سياسة فوركي دي بالدنيا مكاري تيارات أسماران دا حدرا أبا سيرال حشبت كبتايوم كليتهم لميرحات دي بقعت هجر التودو هدق رئيس سياسة تأييد أرتريا لثورة شعب السودان حق أكدا دي السودان مطور شعب اندبطرا لسلال كيت عابت لهلا تيلل دي بسلام اغلب لسلك عدا ما يدور للتحمد كم سلطو شارحام. رئيس سياسة داتلام تلا السودان بايعتا لليت مرحلة مع تعدي حساسية ناي كلهم سودانيين قوات سياسة وناي كل شعب السودان مشاركتكم سلطات حزي أفهمام. رئيس مجلس عسكر متعدي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بجاتهم مبدأ ارتريا دي بقادية السودان بحشمتكم سلريو اللي هي تلالين إلى حكومة ارتريا دي بقادية السودان لتصعن حق للدور بناي كم سلطو كم لأمن اند حبرا اللي مبدأ اللي تأريكاي وتردت علاقة ارتريا والسودان للرأكم سلطو شارحم. كليتهم لما يرحد يبدون جوبان علاقة ارتريا والسودان با إلى تحزي سبب دي بحالة مشاكل تجهد كم سلطان حت قل كلوت شعب لتأسف كسار كم سلطان دشارحهم دي بحيثة مرحلة تقل تبصح لها لما الدالي أكدوهم. جميريس السيد يمان قبرا بقل عماتات أخبار دي بها بتوضيح مجلس عسكر متعدي السودان سلام مسكوب السودان قلت تتحفظ منه عند حلفتين اتلا مرحلة متعديت واجب دوروق اللي قدم حكومة ارتريا كمسل تأيد شارحام. وزارة خارجية السودان مسؤول فرق قضية أفريقيا سفير عبد المنعم عثمان بجهتهم مجلس عسكري متعدي السودان لقضية السودانيين ليتا قلت تبال حبال اللي بالمبدا حكومة ارتريا كمسلحة مؤكدة. رئيس مجلس عسكر متعدي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نا حتى مع زيارة دات ما حق الدهر اسك عدد سارحم. وزير خارجية السيد عثمان صالح وجيمي رئيس السيد يمان قبراب لتأسسا وكله في ارتريا دي بيوم 10 مايو لكتريس سياسة فوركي دي برئيس مجلس عسكري متعدي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان كم سلاب صحة لتفقدم. وزارة إعلام مناسبة زيارة رئيس مجلس عسكري متعدي السودان عبد الفتاح البرهان شرح صحفي في قرة الليتم تامم صبتوا إلا تليتهم. شرح صحفي زياد 3 سنة مؤتمر وطني كم أتلالاي حركة إسلامية دي بتاريخ السودان لتساننو لألبو دمار أجرى فوضى خلقة بحودات أقدة أمثال من لتشرحيه قبل السودان من أتشاكات دي بحريان متفنتاي وكين الدقش تلولوي كم تتشمم ودي قضية دارفور كردفان بلو نايل بهالة النيل الأزرق مفقار صحي وبعد كمسل مشاكل هنطوطول أتمقارحوت عندك أفلكا وادعفكا أقل قب استعمار أقل لتوتي السودان زياد 110 ناي سياسة منظمات وحازاب فودت وديم كبت مونت قل تقبال على تقل السودان أبقي ركيب مونت لتجرس دولة كمسل قبي وديهام محامز الأمام وعدالة اجتماعية تقل مسل لا الدفارس أبا أجندت حتى من أكان حودام زيمتت ونظام فساد السسوت عداي سودان زياد 5 بليون دولار كمسل بطح ودي اندي يكفي أزمة اقتصاد سودان دي بلاكيد درجة كمسل بطح وديهم أبناء منطقة سياسة فتن وبرطاطع كتل بن لادن القاعدة كتل كارلوس جرب قتل حسن مبارك تبع أديس أبابا جهاد إريتريا
من أفغانستان، جهاد ضد ليبيا، جهاد ضد تشاد، جهاد ضد مصر، ناي منطقة أجندات دمار وتحالف أسسوت ومركز قبئ دي بربشت وإي مسكوبة منطقة أجدة إدي لبو علام. بسبب لا دمار اللي تخلقت فودت سبر وكهالات شعب سودان سدة عند سرت كل شعب سودان بقبيت اللقت كل تالات اندباتك قبل تساننا الألبو فراست دي بمرحلة تاريخية حداس عدو يهلام إلا مرحلة معديت وتحديات اندقابها من معديت دي بأردية أمان قلت فح من أتبايا إدي دي ناينوسو تلم إيتان بات حلام. شعب إريتريا كم تاريخي بعد شركة شعب سودان دي نايل حلفيا 3 سنة مشاكل دمارما بعد شركة علام لأمان هتا من قبأتهم انبل سبب حرب اند تعلنأتو بأواج اوام بصعة حدود الدبام. حكومة إريتريا سبر وفراسة شعب سودان كمسال بسطة وتأيدو بدقمان دي بتأكد أمانة شراكتها اند يتألم لأمانة مرحلة معدي ترافع لها هلا مجلس عسكري معدي أقل تسدي واجباتهم. وزارة إعلام أسمرة 4 يونيو سنة 2010 4 يونيو الدنيا تمعل متبرع الدم دمانت لبو دم مقل كله بالتبل سقرات بأسرار دي بقعة تقليم مقب بسرقل برنامج ذكرتم. دي بوزارة عافية مدير عام فرع خدمات عافية السيد برهان قبرتنساي دي باس معايا كلمة دم فقريتو أدمونت بهلات أروحاتو التلالايا أدمونت صبتو دي بكل نظام خدمات عافية عدنا دم قلت وجد جهد قبكم سالت عنها وهلا شرحهم اقل اتنيات متبرع دم وكم عادات اقل سباق للسرقلة عن حواراتات لا تأتنايت فقريت لهيبكم سالهلان دحبر هي انفار محبر وات انا متبرع الدم ابا ودول هالودر ابسم وزارة عافية حمدام الدنيايت منظمة عافية دوكلا كلمة الأسمع الدكتور يوهانس قبرات هي من سنة كل 1004 كل سنة تتذكر لليت الدنيايت المتبرع الدم لا تتحمد فقريت تتركب منك مسلة الليت أبرهام رئيس محبر متبرع الدم إريتريا السيد سامسون قبر سلاسة بجهتهم لبمرادهم دم تتبرعوا دي منقف أروح الدورك قدم له المواطنين حق حمدام لا أقبل دم لي تقبل أروحات قلت تنجي راح الدمير للهيبكم سلط شرحم مناسبة أهمية متبرع الدم وترجمة الدنيايت أم علم متبرع الدم لشرح لتفناتا برامجات قدمام دي بعدنا ساعة مئتايت من طلب دم مؤسسات عافية من سب مراد متبرع الدم 10 مئتايت هي من أقاربكم سلط ركب تقارير لحبر مديرية عد قيح مناسبة 10 يونيو عمل شهداء إريتريا دي بمقبرة شهداء كيوات سرقلتهم الذي برتا شتل ركزت سيوا مشاركة شعب 4 دار الدوايح بالتها هدامو حشميلي حينبا وعناب عور التكم سلوما شكل مؤسسة حكومة كمسل سرقلة وكيلة إرينا حبارت التحلف سنة بحدلة مسل قبيلة شتلا عجي 8 متايت نباقلا دي بدرجة سنة كمهلا اللي نايو معامت هي التلالين نايو كمسلتو مما قرحيلا برنامج السيدة صفاو تركاي شرحم مبللين دي بمدينة عد قيح زياد 6,000 شعب لشاركة التاكي وندافت كمسل قبت من أكان لبط حتى نحبري أفهمت أرترين سكان لتفناتها مدائن بريطانيا كما تلالين إلى بحبر وبأفراد والدولة عن حوسة دايت مل اقل عائلة شهداء حد 7,300 باوند و$1,000 تبرعوا بأساس حبر وزارة عمل ورعاية اجتماعيات لتبرعتها بو لجنة شهداء لندن سكان مانشستر ليدس شيفيلد نيوكاستل وبرمنغهام جالية أرتريا دي ليفربول وليستر بالتوك EPLF أبيات كستان كيدانا مهرت مدهنا أليم قدوس ميكائيل وبيت التكم سلومة محبر تعاون عائلة شهداء ليدس محبر سلام برمنغهام محبر مدهني ألم نونتيغهام شباب جبهة الشعبية الديمقراطية وعدالة ليفربول وبعدام أفرادهم حيثم مستقبلاتنا أزلتون عديكم أخبار خارجتم
اتماي خليج عمان مالي دي بكل مركب تجارة حق ولا سادفة متفجر فنج أمريكا وإيران لطحنا مشاكل كمسال كيلما من باب باكات لتقدم خبر أفهمام سبب لتا بانديرات نروي وجابان على تن كل مركب لسادفة متفجر مكم سلتو أسك إلا يتأمرام منات أمريكا حق ولا سادفة متفجر أنفارقوات بحر إيران دي بانديرات جابان على تتمركب እንደ ጻጋው ለይትፈጀራ አርቃም ለፈግሮ ዲብህለው ለለርኤ ለተሐረክ ስወር ሰበት ነሽረት ኢራን ዲበህጁም ደባ እትብል አትዓገበት منات إيران دي بصادفة متفجر دك مالبان دا شرحت لبأمريكا لتقدم لهلا شكوات ناكرته الليت أمريكا وسب شركة لاتن دول الخليج كن لمسل شكوات ندك عدمايا دي بحارب للأشاكت تيل الخلق أكم سلالات عقبات حقولا مال لسادفة متفجر دي بترول زعنات لعليها كل مركب ند صدوف من معلم أنفر لا مراكب بقبت الأم رادي شافقت كمسل دحنا وتأمرا دي بيوني عصر كل ما يوم بهلد دي بيوم عصر كل ما يو كل 1010 دي باكات بترول ند زعنام دي بحر مرات دي بقيسال على 4 مركب حد لما السل متفجر كمسل سادفة لتفقدم سبب لما تفجر سكلا من ما يتشرحم أمريكا دي إيران أو ما مثل إيران علاقات لهم حشمتكم سلبتو تحميم روسيا ستات ند ديش أمريكا دي بولندا بليس قلتها بتوكم سلطات أمرتم بعد نسال حكومة روسيا ديمتري بيسكوف يوم 4 يونيو دي بها بيشرح عدوا لبرنامج تتابعوا كمسلليت ولا تحزي لتيلو بليس قلتها بكمسلتو أتأمرام لمصدر كمسلتا من ما يتشرح روسيا دي باكات حركات عسكرية قلتها داكب تقدر لتبلو محللين سياسة عسكرية لحبره لهم رئيس أمريكا دونالد ترامب عدو 1000 عسكري دي بولندا توسك كمسال قدر دي بيوم عصر كلا يونيو كمسال حبارات تقاري دي بالحبر لستات فنج كلا لدولات لهلا فنجير قل لك يلمو كمسال قدر حزرام هلاو رئيس روسيا فلاديمير بوتين فنج عدو أمريكا خلوق لهلا فرق دي بفايح جيسكم هلا دي بيوم عصر كلا يونيو كمسال حبارات لتفقد دي بولندا 4000 عسكري لعلو قل أمريكا اللي ستات حديث دي فعل حقه على لبزحي دي ب5000 قل توكلته دارس رئيس ترامب مبلديش دي بجساسة لشقيات ايرات عين قلت اندا ستات كمسلبة روسيا تحميم بأمريكا اللي تمرح حلف نيتوم دي مفقار صحي أوروبا وديو لهلا أصحاب بوت عسكرية فرات أمن كمسل خارقاتا لتتهاجر روسيا حد لما سل حركات ودك كمسل عن حد شرح العاد هليوت عسكرية نيتو دي بسيادة قلتي دي با سمحة دول منطقة مصدار قلت تنسى كمسل تتقدر تحذر كمسل اللي التقارير الأفهم إسرائيل مالي عصر 3 يونيو دي بقطع غزة دي بهلا أهداف حركات حماس لكفت عيرات وديتم لمصدر بالإسلام من حركات لتكافة دي بلوكيت كمسلتو من ما تشارح بجهة إدارة فلسطين لتهيبا شارح ألبو للكف دي بقدام لأجريا مدرت من ما ألبو دي بمالا كندمار كمسل سبابا لباكات من قرب لدلو متقبل شرحهم إسرائيل دي بحلفة ورح مايوم دي باكات بودي تلكف عصروتات فلسطينيين كمسل قتلوا تقارير الحبر العاد دي بقطع غزة بتتبع لهليت عقل حد كل مليون سكان لقطع دي مشاكل اجتماعيات واقتصاد كوريان كمسل اللو متقبل شرحهم حيسام متقبلتنا متابعتكم دي ابن حمد اليوم بدي اليوم لعلنا اخبار كبت عاد وخارج دي بلتم هلا اذا تتابعوا برامجنا نحالفكم تو ودحن ما يوم